السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لما نوصل بقى لآخر الشهر لازم نعمل الأكلة دي وننقذ الموقف. شوية عدس بجبة بقى، مش قادرة أقول لكم حاجة كده. لآخر الشهر الناس اللي ميزانيتها بقى خلاص خرّمت ولسه قدّامهم شوية عقبال ما يقبضوا، يالّا نعمل شوية عدس بجبة كده حلوين موفّرين وكمان يدفّوا عشان خاطر الشتا. جِبت كده الحلة بتاعتي وحطيتها على النار وحطيت فيها شوية زيت عباد شمس، وتقدري كمان تستخدمي زيت ذرة أو أي حاجة. في الفترة دي أنا جايبة العدس بتاعي ونقعاه في مَيّة علشان خاطر يطرى. طبعًا غسلته كذا مرّة وبعدين سِبته في مَيّة يتنقع شوية عقبال ما أعمل الخلطة بتاعته وبعدين أدخّله. معايا كده فصين من التوم، ولو بتفرمي التوم زي معايا معلقة كبيرة، وكمان معايا بصلاية كده وسط، ونقلّب الأول البصل والتوم لحد ما لونهم يغيّر معايا. قلّبيهم كويس أوي لحد ما اللون بتاعهم يغيّر، ما تحرقيش البصلة. 7، 8 طماطمات في الخلاط وعلى طول تكوني ضرباهم وتصفّيهم بالمصفى. خلاص كده بانزّل بس أي حاجة موجودة معايا في المصفى. معايا معايا ملح، فلفل، باربيكيا، وكمان معلقة من الكمون، وكمان السكر علشان خاطر أي حاجة فيها سكر، أي حاجة فيها طماطم لازم نحط سكر. ادي اهو العدس بتاعي بعد ما الصلصة اتسبكت، نزلت العدس بتاعي بعد ما اتنقع كويس جدا، وصفيته وحطيته على طول على الصلصة بعد ما اتسبكت. طبعا هقوم جاية موطية النار عليها واسيبه بقى يستوى كده في هدوء ويشرب بقى من الصلصة. شايفين لونها جميل وتحفة ازاي معايا، ولسه لحد دلوقتي ما حطيتش اي حاجة الا شوية زيت ذرة علشان يبقى الاكل معايا صحي وخفيف. العدس بتاعي ما شاء الله استوى وبقى زي الفل. جبت كده معلقة من الزبدة أو السمنة أو أي مادة دهنية انتي بتفضليها، وحطيتها في الطاسة على النار علشان حمر كده معلقة من الثوم في الزبدة بتاعتي. وأول برضه ما لونه يغيّر معايا مش يتحرق، يا دوبك لونه يغيّر معايا هاقوم جاية على طول حاطاه على العدس. مش قادرة أقول لِك طشة العدس دي يعني حاجة كده تحفة، بتحط العدس في حتة تانية. أنا باوريكم بس منظر العدس وهو جميل كده، بصوا لون الصلصة بتاعته قد ايه حلوة، وبوريكم ان التوم بتاعي يا دوبك غير لونه وعلى طول طشيته على العدس. حاجة كده اللهم بارك تحفة جدا. لو ما جربتيش العدس بطريقتي هيفوتك كتير. حاجة كده تحفة بجد. الطريقة دي بسيطة مش مكلفة خالص، حلوة وكمان موفرة جدا جدا بما اننا في اخر الشهر. طبعا ايه اللي كان ناقص؟ رشة ملح كده في النهاية عشان تظبط الطعم. الملح ده يا جماعة على حسب ذوقك، تحبيه ملح خفيف ملح تقيل براحتك جدا. اغرفي بقى وكلي احلى عدس بجبة ممكن تاكليه في حياتك. لو كنتوا وصلتوا لاخر الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، مع السلامة.